بداية الزملاء الزميلات في فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضيوف الكرام، ممثلي عدد من المنظمات الديمقراطية المدنية الحقوقية الثقافية، فنانين مثقفين كتاب مستوى ديال الكمثرى، مرحبا بالجميع. بطبيعة الحال المغزى من هذا الاحتفال الذي اختارته النقابة هو أننا في هذا الزمن الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلطت فيه كذلك المرجعيات، لابد من أن نقف وقفة للتعريف بهذا الإطار المؤسساتي الذي ساهم في تاريخ المغرب وبصمه. وأنتم تعلمون جيدا على أن الإعلام ودوره في كل المجتمعات يعني حيوي وحاسم. كتدخل النقابة لواحد المرحلة ديال الصحافة هجينة، وأنا ما تنقولش هجينة بمفهوم قدحي، لا، ولكن لأن كاين صحفيين اللي هما كيشتغلوا في مؤسسات كبيرة وكذا ومؤطرة، وبالتالي هما عندهم حقوق اللي خصها تدافع عليها النقابة بكافة الوسائل، ولكن مطروح أيضا الصحفيين اللي هما في من هذا النمط. في داخل هذا الإعلام العمومي كان أيضا نضال وعمل للصحفيات والصحفيين باشكال اللي كانوا كيتوصفوا بها انذاك، لان مثلا في الاذاعه والتلفازه كانوا كيتقسموا الصحفيين والى اليوم الى صحفيين الاخبار وصحفيين الانتاج. دائما الوقوف عند ماضينا ومسار هذه النقابه او مسار كل المؤسسات الحقوقيه والديمقراطيه في بناء مجتمع ديمقراطي في المغرب. الهواجس اللي كتحكمني في هذه المداخله هي هواجس سينمائيه بالاساس، ثقافيه سينمائيه بالاساس، وان كانت تتقاطع مع الهواجس ديال الصحفي والصحفيين في تكريس قيم ديال الديمقراطيه والحريه بشكل عام وحريه التعبير بشكل خاص. هذه ما هي الحلمه ولا شياطه من كلمه، هذه شوفها بعين النقاب. جودي علي ببسمة لا تبخلي، جودي علي. تنحتجوا بالوجود ديال هذه الوجوه الثلاث وسعداء بهذا التكريم. نحن اليوم في مدينة القنيطرة في إطار احتفالية القنيطرة التي تتزامن والذكرى الستين لتأسيس هذا الصرح التنظيمي الكبير اللي هو النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللي أسسها الرواد في 25 يناير 1963. كانت تأسيس هذا الفعل المنظم والواعي اللي هو هذا التنظيم النقابي. كانت عندنا اليوم جلسة افتتاحية من خلال واحد الندوة موضوعاتية فكرية اللي قربت قضايا ديال المهنة والمهنيين وقضايا حرية التعبير من خلال واحد العدد ديال المقاربات مهنية حقوقية. ايضا كان ضيف الاحتفاليه المخرج السينمائي عبد الاله الجوهري، باعتبار ان النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه تعتبر ان الصحافه جزء من المجتمع، وبالتالي المجتمع حامل للقيم للابداع للثقافه للفن، وكانت فيه واحد اللحظه ديال الاحتفاء بالتجربه والمسار السينمائي للمخرج. ايضا كانت واحد اللحظه ديال التكريم وديال الاعتراف والامتنان لبعض الوجوه الاعلاميه بالقنيطره التي بصمت المسار الاعلامي والمهني، وكانت بعض الفقرات فنيه وموسيقيه، وايضا كانت واحد اللحظه ديال الزجال مع زجال شاعر زجال الحلاله عبد الرحمن فهمي. كان نقاش، كان تنوع في المقاربات اللي اساسي هو ان الاصرار الجماعي على الحمايه ديال المهنه ديال ممارسه الصحافه، الحمايه ديال المهنيين، والترقيه ديال الموقع ديال الصحافه وديال الاعلام
ببلادنا في اطار واحد المجتمع اللي تنشدوه كاملين، مجتمع اللي يكون عصري واللي يكون حديث واللي يكون ديمقراطي. جد سعيد أن أتواجد اليوم في احتفالية كبيرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة، خاصة وأن التواجد ديالي إلى جانب رجال الصحافة والإعلام يعني لست فاعل أو ممارس الصحافة وإنما كمخرج سينمائي، وبالتالي هذا الاحتفال هو نوع من الاعتراف بتجربتي المتواضعة وتأكيد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعي جيدا أهمية مد الجسور نحو جزر ثقافية أخرى كالسينما. فالندوة اللي حضرتها والاحتفال بشخصي المتواضع كان جد لافت وجد مهم، خاصة وأنني استفدت من مداخلة ديال الأساتذة كبار حول تاريخ الممارسة الصحفية في المغرب منذ تأسيس النقابة سنة 1963. وكما جاء في المداخلة ديالي قلت بأن هذا التاريخ هو تاريخ طويل وعريض بإنجازات بأسماء صحفية كبيرة، فلا بد من نعتني بها وبالذاكرة بشكل عام من أجل استثمارها والتعريف بها في المستقبل للشباب المغربي.